السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنبدأ مع بعض سلسلة بتتكلم عن النعم. أول نعمة هنتكلم عليها النهاردة نعمة الحياة. هو أنت عمرك فكرت قبل كده إنك عايش؟ مش قصدي إنك بتاكل وبتشرب وبتشتغل، لا، قصدي إنك عايش فعلا دلوقتي وبتتنفس وبتحس وبتصحى كل يوم وقلبك لسه بيدق. نعمة الحياة دي مش نعمة عادية، دي النعمة اللي لو راحت كل حاجة تانية ملهاش معنى. في ناس كانت قاعدة عادي زينا جدا كده وفجأة كل حاجة وقفت. احنا متعودين نصحى كل يوم كأن ده حق مكتسب، نفتح عينينا، نقوم ونشتكي ونزعل ونتخانق ونحب ونقول الحياة صعبة. بس عمرك وقفت لحظة قلت الحمد لله إنها النهاردة لسه عايش؟ تخيل كده لو النهاردة ما صحيتش، كل خططك، كل أحلامك، كل زعلك، كل ده خلص. نعمة الحياة مش بس إنك موجود، نعمة الحياة إنك عندك فرصة، فرصة تصلح اللي باظ، فرصة تبدأ من جديد، وفرصة تعتذر، وفرصة تتغير، وفرصة تقرب من ربنا. في ناس كتير نفسها ترجع دقيقة واحدة، بس دقيقة واحدة تقول أنا آسف، أو تقول للواحد ما قالتلوش أنا بحبك، أنا بحبك، أو تقول له ربنا يا رب سامحني. وطبعا مفيش حد هيروح ويرجع عشان يقول أنا آسف أو بحبك، هيقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. لكن الفرصة خلصت، أنت لسه عندك الفرصة دلوقتي. خليني أحكي لك قصة حصلت بجد. في شاب عادي جدا زيي وزيك، كان بيشتكي دايما إن الدنيا صعبة ومفيش فلوس ومفيش راحة. وفي يوم هو راجع من الشغل عمل حادثة كبيرة، دخل العناية المركزة ودخل في غيبوبة. عدى يوم، اتنين، أسبوع، أهله حواليه مش عارفين هيفوق ولا لأ. الدكاترة قالوا لو فاق هتبقى معجزة. بعد حوالي 10 أيام الشاب فتح عينه. عارف أول حاجة قالها إيه؟ ما قالش أنا فين، ما قالش إيه اللي حصل، قال إيه ده؟ هو أنا لسه عايش؟ أول ما عرف بقى إن هو عايش قعد يعيط، مش عياط خوف، ده عياط فرحة. وبعد ما خرج الناس لاحظت إن حياته اتغيرت، بقى بيشكر ربنا على كل حاجة، على النفس وعلى الأكل وعلى الشمس، على أي حاجة. ولما سألوه إيه اللي غيرك كده، قال أنا كنت فاكر إن الحياة تقيلة، بس لما قربت أخسرها عرفت إنها أغلى حاجة عندي. طيب إيه المطلوب دلوقتي؟ إحنا محتاجين نوصل للمرحلة اللي وصلها الشاب ده، بس من غير ما نخش عناية مركزة. محتاجين نحس بنعمة الحياة قبل ما تضيع. كل يوم بتصحى فيه ده يوم مش عادي، ده هبة من ربنا ليك. كل نفس بتاخده في حد تاني كان نفسه ياخده